انا جيت صبوا حاجات بخ عليكم. بخ. اتخضيتوا صح وربنا اتخضيتوا. متعودين سلام عليكم الاول او مساء الخير او صباح الخير. النهارده بيب 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 انا جيت. حبيت كده نحاول نغير شوية. المهم انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبصحة دايما، واشوفكم دايما كده في صلاح الاحوال، وربنا يديمها عليكم نعمة وربنا يكبر بخاطركم يا رب. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صبوحة هتعمل ايه النهاردة؟ صبوحة واخيرا هتفرش اوضة الانتريه يا جماعة. ياه، واخيرا بعد طول انتظار من التنظيفات العميقة داخل الشقة، واخيرا هنفرش الانتريه. هنا بصوا، انا قبل التصوير حسيت ان طبعا ان انا افرش معاكم الكفر او الفرش بتاع الانتريه كله، الكسوة دي كلها معاكم، قلت هاخد وقت طويل قوي قوي، لان شوفوا كام مخدة وكام شلتة بنقعد عليها، فعقبال ما البس واحدة واحدة هيكون خدت وقت. فانا عملتهم كلهم وسبت معاكم اتنين، قلت كفاية واحدة من الشلت وواحدة من المخدات اعملها مع حبايبي واخواتي، والباقي كان معمول قبل التصوير علشان الفيديو ما يبقاش طويل او ان انا اقطع منه كتير وبعدين تزعلوا. انا سايبه لكم الفيديو من اوله لاخره بطبيعته، فعشان كده ما خدتش فيه وقت، كنت مجهزه كل حاجه قبل التصوير. فان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله. فانا خلص بقى معاكم فرش الكفرات، وبعدين هنكنس وهنمسح وهنفرش السجادة، وهنفرش بقى الانتريه، وهننضف كده التنظيفة الأخيرة أو المسحة الأخيرة كده والفرش النهائي لأوضة الانتريه. أتمنى أن الفيديو النهاردة يعجبكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب. الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عايزة أقول لكم يا جماعة، يعني إيه، ما تتضايقوش مني لما بذكر الله وبصلي على سيدنا محمد معاكم في كل فيديو، علشان أنا بكون مبسوطة بده. بحس إن أنا مش بكسب الثواب لوحدي، بكسب ثواب انا واللي هيردد معايا وانا بتكلم، وكمان طمعانه ان الحسنات بتاعتي تكون اكتر، ان بذكركم ان احنا نقول سوا في الوقت ده. اكيد انتوا مش محتاجين تذكير من سبوحة، بس ممكن في اللحظة دي ترددوا معايا واكسب الثواب بتاعكم، او الثواب اللي هنتكلم فيه مع بعض او نردد فيه مع بعض في الوقت ده. فاتمنى ما اكونش تقيلة عليكم. قالوا بينا نكمل الفيديو. انا هنا فرشت زي ما قلت لكم الكفر. متهيألي لسه ما عملتش المخده، انا كنت نسيتها، يعني عملت الشلته وبعدين رجعتها مكانها، وخلاص افتكرت كده ان انا خلصت كله يعني. فنزلت هنا بقى على الارض عشان نلم الزباله ونلم الكركبه واشيل الكفر ده. الكفر ده يا جماعه هو الوحيد اللي كنت سايباه لسه ما اتعملش، عشان ده اللي كنا بنقعد عليه وبنستخدمه مكان السجاد. فقلت ده اخر حاجة هعمله بعد ما افرش الشقة كلها، مش هياخد مني وقت، هحطه في الغسالة يتغسل ويتنشر، ومش هيكمل معايا باقي اليوم وهيكون نشف، ومش هياخد مني وقت ولا مجهود، بس ايه، نخلي حاجة نقعد عليها ناكل عليها نستخدمها يعني. فهو كان من حظ الكفر ده او الحافظة اللي هي بتاعت السجاد. فان شاء الله بعد ما اخلص بقى معاكم التنظيف العميق اللي احنا خلصناه وفرش الشقة بشكل نهائي، ان شاء الله هعمل الحافظة دي نغسلها وتبقى هي كمان نظيفة. تعالوا بقى نرجع تاني، لان انا افتكرت ان لسه ما عملتش المخدة. قلت لا، ده لسه في مخدة كمان لسه عايزة ان هي تتعمل، فكمان نعملها مع بعض. عايزة اقول بقى لحبايبي، عايزين كده واحنا قاعدين مع بعض عقبال بقى ما البس كيس المخده، ما مش هنفضل بقى قاعدين بقى مركزين في كيس المخده. انا كنت هقع، شكلي كنت هقع، بضحك والله كنت هقع، بس ماشي، حتى لو كنت وقعت كنت هقول ايه، ما يقع الا الشاطر. المهم عقبال ما نلبس بقى كيس المخده، كنت عايزه اقول لحبايبي عايزين ندعي دعوات حلوه لينا كلنا، دعوة حلوة كده بجبر الخواطر وبصلاح الحال وبفك الكرب لكل الناس، وربنا يرزقكم ويرزقنا جميعا يا رب، اللهم امين. وما تنسوش الدعوة بتاعتكم وانتوا بتدعوها، اي دعوة انتوا محتاجين ان انتوا تدعوها لنفسكم، وانتوا بتدعوا لنفسكم ادعوها برضو لغيركم.
عشان ان شاء الله ربنا لما بيكون الدعوة عامة او الدعوة للجميع، و يعني زي ما يقولوا كده الدعوة ما فيهاش أنانية، مش لشخص أو لنفسك، لا، لما بتكون الدعوة عامة ربنا بيكبر في الدعوة وبيبارك فيها، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم بإذن الله. فدعوة حلوة بقى بصلاح الأحوال للجميع، بالرزق الحلال للجميع يا رب، بفك الكرب، بالصحة. والله العظيم الصحة دي كنز، ما فيش بعد الصحة. الصحة دي رقم واحد، لأن لو في رزق وفي فلوس والصحة مش موجودة يبقى كأن ما فيش حاجة بالظبط. من غير الصحة الفلوس ملهاش أي قيمة وملهاش أي لازمة. فربنا يا رب يديمها علينا صحة وراحة بال وستر علينا جميعا يا رب، اللهم أمين. فهنا بقى انا خلص بفكر بقى انا هعمل ايه، وبعدين الجو فطسني والجو حر جدا وهموت من الحر. فبقول لكم ايه، اصبروا. صبوحة رايحة فين؟ انا نسيت بشكل عام على فكرة، انا نسيت خالص، بس كنت بقول لكم اصبروا. فهنصبر بقى سوا ونشوف صبوحة راحت فين. انا في حاجة كده كانت تايهة مني او بدور عليها، في حاجة مش مظبوطة يعني. صبوحة كده في حاجة. المهم ان احنا كده خلصنا الانتريه. بصوا الاكياس بقى، المخدات والشيلات كله بقى ايه قدامي هنا متكومين عشان نعمل جزء جزء. صبوحة كانت محتارة تبدأ منين ولا تعمل ايه، وبعدين فكرت وقالت اصبروا. كنت رايحة فين يا صبوحة؟ كنت بدور على حاجة انفض بيها الانتريه عشان نبدأ مع بعض. باقي بقى التنظيف بتاع الانتريه ده. لقيت جنيه، افتكرت لقيت جنيه يا جماعة. شفتوا؟ لقيت جنيه، رزقي. ربنا بقى المرة الجاية وعدني ب100 جنيه، واللي بعدها ب1000 جنيه، واللي بعدها بقى يا رب ب100,000، واللي بعده ب1,000,000. تفتكروا؟ ولا هو انا اخر الجنيه؟ شكل سبوحة اخرها الجنيه. ربنا يرزقكم ويرزقنا يا رب. بنفض هنا الكنبة بتاعت الانتريه. ما ننساش يا جماعة قبل ما نحط بقى المخدات ونفرش الانتريه بتاعنا، حتى لو عندنا بياضات او اي حاجة بنحطها على الانتريه من فوق عشان تحميه من التراب وكده والوساخة. ما ننساش ابدا ان احنا ننفض الجزء ده. يعني لازم التنفيض من جوه. انا ما اعرفش اصلا الزبالة بتوصل جوه ازاي والتراب بيوصل جوه ازاي، رغم ان احنا بنبقى حاطين الشلتة وقاعدين عليها مثلا، بس تحتها بيبقى متدمر. بلاقي زبالة، بلاقي اكياس، مش عارفه العيال ايه اللي بيوصلهم لكده، انا ما اعرفش. يعني انا كل مره اقول هروق على طول ما المكان نظيف، وبعدين لما بشيل الشيلات من مكانها بكتشف بقى الصدمه. فانا كمان عايزه اقول لكم ان انتوا لو بتروقوا انتريه، ركن، اي حاجه، نشيل الشيلات من مكانها خالص وننفض من تحت وبعدين نحط الحاجه تاني، لان وارد ان يكون في حاجه احنا مش شايفينها. من ضمن بقى التنظيف لازم يبقى التنظيف 100%. بصوا الفرش لونه بيلمع ازاي نضيف. عقبال الانتريه نفسه بقى، اللي هو الانتريه نفسه ده عايز برضو يتغسل غسلة حلوة كده ونسيبه تحت المروحة ينشف. الاكياس نطقت. الشكل البيج ده هو مش بيج، مش عارفة لونه ايه. الكوفيه مثلا، مش عارفة برضو. الكوفيه من عامل زي الشاي بلبن، لا ده لونه نحاسي مثلا، والله مش عارفة. البيج بتاعه درجته غريبة وفيها لمعة. المهم ان هو شكله حلو ونضيف معايا. انا شلت الكنبة اعمل وراها، لقيت وراها نظيف طبعا، لان انا الفترة اللي فاتت مجهزة نفسي ومجهزة شقتي على ان هي تتفرش الفرش النهائي، فكان مكنوس وممسوح تحتيها، فالدنيا تمام. جيت حتى اعمل تحتيها لقيت السيراميك نفسه بيلمع نظيف قوي، فرجعت الكنبة تاني على نظافة اهو. وهنكنس بقى وننضف الجزء ده مع بعض يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يلا يا صبوحة، خليكي نشيطة امال، خلي بقى حبايبك ويتنشطوا زيك. شعارنا يا جماعة لا للكسل، يعني تحدي الكسل. اي بقى وقت حاسين بيه بحر وفرهضة والجو مش مساعد، نقوم ناخد كده دش ساقع جميل، وبعدين نتنشط ونقول مفيش كسل ومفيش خمول، وهنقوم وهنشوف ورانا ايه تحت اي ظروف. هنقوم يعني هنقوم. بصوا الزبالة يا جدعان، ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ والله العظيم. هو مثلا هنقول الدنيا مكشوفة،
يعني مثلا ما عنديش السجاد مش مفروش، مش عارف ايه مش مفروش، فالشقة بتبقى متبهدلة، فممكن ان يحصل فيها الكلام ده ويبقى فيها الزبالة دي. بس انا عايزة اقول لكم ان في العادي وانا حاطة الشلت والمخدات والسجادة والدنيا مفروشة والدنيا تمام معايا زي الفل. طبعا اللي متابع قناتي عارف ان انا لما بروق تنظيف عميق ولازم اشيل المخدات والشلت وكده، وكل مرة بشيل فيها الشلت الاقي تحتها زبالة. توصل ازاي معرفش. بصوا، واروق وانضف وانفض وبعدين احط الشيلت والمخدات. بعد ما بعمل كده تيجي تاني يوم او اليوم مثلا اليوم اللي بعده، لا اليوم التالت اعمل نفس كده، الاقي برضو. دي امتى وفين وازاي ما اعرفش. العيال ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، فده تعب ومجهود لينا كستات، بس الواحد بيقول الحمد لله على وجودهم في حياتنا. ربنا يحفظهم يا رب ويجعل تعبنا معاهم بفايدة، ويجعلهم كده في حياتنا موجودين، وموجودين زي ما احنا عايزين يا رب. نتعب معاهم ونلاقي نتيجة، نتعب معاهم وربنا يكبر بخاطرنا، فان شاء الله خير، ويجعلهم ذرية صالحة يا رب، اللهم امين. اولادي واولادكم لينا جميعا يا رب، اللهم امين. هنا عملت اول كرسي، وهنا ده الكرسي التاني. حطينا الشيلت بعد ما نفضنا، وهنحط كمان المخدات. الانتريه مش محتاج شغل جبار، هو الشغل معاكم هنا في الفيديو، انما الشغل الجبار كان قبل الفيديو. لان حرفيا خدت وقت عقبال ما لبست المخدات والشيلت والحاجات دي. انتوا عارفين ان الكلام ده بياخد وقت. لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. المهم قولولي، انتم متابعين الفيديوهات كاملة وبتتابعوها، ولا بتضحكوا عليا كده وتشوفوا اول جزء من الفيديو وبتنفضولي؟ انا هعرف بقى من التعليقات اللي وصل بالفيديو لحد هنا الدقيقة ال 12، لإما يكتب انا وصلت معاكي لحد ما كنت بتتكلمي، او وصلت معاكي للدقيقة ال 12 يعني، او قولوا اي علامة، اي كلمة حلوة انا قلتها كده. المهم ان يا جماعة تعرفوني ان انتوا وصلتوا لحد هنا ولا لا. يعني انا بتمنى. ليه بقى؟ لان والله العظيم بتعب في الفيديوهات جامد قوي. الفيديوهات مش سهلة، التصوير مش سهل. يعني انا لو هعمل الانتريه مثلا، خليها انا بدي مثلا رينج مثلا، او بدي مثل ان انا هاخد في الانتريه مثلا ربع ساعة، في التصوير هياخد نص ساعة ويمكن زيادة. تمام. تعالوا بقى بعد التصوير محتاج مونتاج. حتى لو الفيديو كامل، يعني انا الفيديو ده مثلا هديكم مثلا على الفيديو ده، الفيديو كامل ما حذفتش منه حاجة اصلا، من اول ما بدأت الفيديو معاكم لحد ما خلصت الفيديو معاكم وهو الفيديو كامل. طب ايه هو بقى المونتاج؟ انا عندي الاضاءة ضعيفة، بزود اضاءة مثلا من البرنامج. لو الاضاءة عندي ضعيفة، انا دايما بزود اضاءة في البرنامج اللي انا بشتغل منه في الانتريه، لان لونه بني وغامق، ما بيبقاش الاضاءة واضحة خالص، ده بيبقى ضلمة. لكن باقي الفيديوهات لا، انا بشتغل اضاءة على الاوضة هنا بس. ولو لقيت حسيت ان في جزء غامق بفتحه مثلا من المونتاج. ايه تاني يا صبوحة؟ ان انا عايزة اسجل الصوت، ما انا لازم اسجل الصوت. هنزل لكم الفيديو ازاي من غير تسجيل صوت، فانا لازم اخش على برنامج المونتاج. حتى لو ما عملتش فيه مونتاج خالص، انا ساعات بمسك الفيديو زي ما هو، ما بشتغلش فيه مونتاج غير ان انا اسجل صوتي وبس. لان انا ما بحطش اضاءة غير في الاوضة هنا اللي هي بتاعت الانتريو بس، وبس باقي الفيديوهات لا. فالفيديو بيبقى بطبيعته، ممكن انزله على طول. بس لو انا مسجلاه او مش هفصل الصوت الاساسي واسجل، انا كنت هنزله لكم زي ما هو. فانا بخش بقى على برنامج المونتاج عشان اسجل القعدة اللي انا قاعداها دي، عشان اسجل ليكم الفيديو ده. الموضوع صعب، مش عايزه افتح مروحه عشان صوتها فيها زن، مش عايزه افتح حاجه، قافله الشباك عشان صوت الشارع. بسجل لكم وانا بجيب ميه من كل حته، عرقانه هموت هفطس. فالتسجيل ما بيبقاش سهل. ممكن اقعد معاكم الفتره اللي هو مثلا على فيديو النهارده 24 دقيقه وشويه او 25 دقيقه، ما بسجلش في 25 دقيقة. ممكن أسجل وأنا بسجل يجيني تليفون فأعيد التسجيل من الأول وأنا بسجل. العيال صحيت عملت قلق وصوت، أعيد من الأول أو استنى الوقت المناسب. فممكن عشان أسجل الفيديو ده ممكن أخد وقت طويل قوي عقبال ما أسجل الفيديو.
وبعد التسجيل وبعد المونتاج وبعد ما بخلص الفيديو بيحمل من على البرنامج وبياخد وقت، وبعدين من تحميل البرنامج بنزل لكم الفيديو على اليوتيوب بيحمل. كل ما الفيديو بيزيد مدة كل ما الفيديو بياخد وقت اطول. والله العظيم انا عندي فيديوهات بتاخد ساعتين و3 ساعات وساعتين ونص، والفيديو لما بيبقى داخل في 30 دقيقة او 25 دقيقة زي انا ممكن يقعد 3 ساعات. ده ليه؟ لان احنا اصلا عاملين الجودة، انا عاملة الجودة بطريقة بحاجة معينة عشان تنزل لكم حلوة، الفيديو يكون حلو. ما بعملش جودة سيئة، الجودة المعتادة او للكل شغال بيها، تمام. فبرضه بياخد وقت. في جودة ممكن تخلي الفيديو ينزل في نص ساعة، بس الفيديو ما بيبقاش حلو و... وانتوا هتشوفوا مش حلو ولا الصوت مظبوط، هتلاقوا فيه خروشة مع ان هو متسجل مظبوط، بس التحميل نفسه بقى عشان الجودة مش حلوة فبينزل مش حلو. الصورة تلاقوها بهتانة عكس الصورة اللي انا كنت مسجلاها، فلازم ينزل بالجودة اللي انا اتعودت عليها عشان يوصل لكم الفيديو حلو. فكل ده بياخد وقت. وبعد ما بينزل الفيديو على اليوتيوب بعد بقى ساعتين 3 من التحميل، في الاعدادات وفي تظبيط الفيديو في العنوان وفي الاعلانات، موال وفي ان انا بقى اعمله لكم بقى بشكل علني عشان ينزل لكم، وبعد كده انزل المنتدى لينك المنتدى. الموضوع مش سهل، كل ده عشان انزل فيديو واحد بس. فلو جبت لكم الموضوع من البداية للنهاية، فانا عشان كده بيكون عندي امل في ربنا وامل فيكم ان انتوا تساعدوني بس بالمشاهدة بتاعتكم، ان انتوا تكملوها للاخر، تسمعوني للاخر، تتفرجوا على الفيديو للاخر. بحب الكومنتات قوي اللي بيستفادوا بيكتبوا لي. لما حد بيكتب لي يا صبوحة احنا وصلنا معاكي للجزء الكذا واستفدنا مثلا كذا او شجعتينا او كده، الكلام ده بيفرحني. في كومنتات حلوة قوي، ربنا يخليكم ليا ويحفظكم ليا ويديمكم في حياتي نعمة يا رب. في كومنتات جميلة هي اللي بتشجعني، حتى لو كومنتات قليلة اكتر من الكومنتات يعني اقل من الكومنتات السلبية. المفروض الكومنتات الايجابية اكتر. انا لو في العكس والكومنتات الايجابية يا رب يكون 1 أو 2، انا هشتغل عشانكم، لان فعلا كومنتاتكم بتشجعني. لو 1 بس او 1 بس كتبوا كومنت حلو في تشجيع ومبسوطين بالفيديو ومبسوطين بشغلي ومتأكدين من صبوحة ومن اخلاقها او من الفيديو بتاعها او من اللي انا بنزله لكم، وعارفين فعلا ان تمام، وعارفين فعلا صباحة على حق وبيكملوا معايا، 1 بس انا ممكن اشتغل عشانكم، بس 1 أو 2 هشتغل عشانكم انتوا. فربنا يديمكم في حياتي يا رب. انتوا شفتوا حاجات كتير قوي وانا برغي، صح كده؟ انا خلصت الانتريه يا جدعان، خلصته. الكنبه الكبيره والكنبه الصغيره و2 كرسي خلصتهم، وكنسنا ولمبينا الزباله زي ما شفنا بقى ايه الزباله على جنب وكنسنا. انا عايزه اقول لكم بقى ايه، انا لما لميت الزباله انا اوريكم الشكل قبل ما الم الزباله وبعد ما لميت الزباله والدنيا معايا نظيفه. انا قلت هاخد وقت، كان في جرايد وزباله ولسه هجيب الجاروف الصغير وهنلم، كنت هاخد وقت وهطول من وقت الفيديو على الفاضي. انا اوريكم الزباله وهي محطوطه، انا لميتها ورا الفيديو، قفلت الفيديو لميتها، وبعدين اوريكم الشكل النهائي بعد ما لميت الزباله. وهنا جبت بقى الميه الحلوه بتاعتي اللي هنمسح بيها. اصلا قبل التصوير زي ما قلت لكم كنت مجهزه الشقه ان هي تتفرش على طول، فالدنيا معايا كانت نظيفة، بس قلت ان انا برضو لازم مادام هفرش السجاد نمسح بالمرة. ولميت الزبالة معاكم. قلتلي يا صباحة طب لما انت كانسة بقى ومسحة ومجهزة الشقة على الفرش، ايه اللي الزبالة بقى اللي طلعت يا ست حاجة انت؟ عايزة اقول لكم البيت اللي فيه عيال توقعوا ان بعد ما اخلص اساسا واقفل معاكم الاوضة اللي انتوا شايفينها دي ممكن تبقى خرابة في ثانية، دوشة في ثانية، تلاقوا المخدات على الارض، معرفش مين بياكل ايه، معرفش مين وقع ايه، معرفش مين شرب ايه فالدلق. العيال الصغيرة دي بالذات مفيش يعني تحكم فيهم، ان مثلا لو حاجة وقعت يشيلوها، ما عندهمش وعي لده. فمن الطبيعي ان البيت اللي فيه عيال هتلاقوا فيه حاجات كتير ممكن تقابلنا على مدار اليوم. انا ممكن اكون بنظف معاكم بعمل معاكم روتين، واساسا ممكن اكون على مدار اليوم عملت كده 1 و2، فاهمين؟ لان البيت اللي فيه عيال ما بيخلاش من الشغل ومن التنظيفات ومن الترويق ومن تحضير اكل كل شوية. ده كل دلوقتي التاني عايز ياكل شوية كده، اللي هنحضر فطار بالليل، هنحضر غدا، في حد جاع بالليل فكل حاجة.
البيت مفيهوش راحة. بس هي دي كان الفكرة. بس ان شاء الله مع سبوحة مفيش كسل ومفيش خمول، ومع سبوحة مفيش مستحيل. في شغل هنخلصه مع بعض، وفي روتينات هتنزل، وفي تنظيفات هتتعمل، وانتوا هتتشجعوا بيا وانا هتشجع بيكم، والدنيا ان شاء الله هتمشي. ومش عايزين حد يكسل على شغل البيت ابدا. لان شغل البيت لو كسلنا عليه بس مش هقول اسبوع، هقول بس يومين 3، فجأة هتلاقوا الشقة خرابة كلها لو ما ترتبتش وتنظمت وتروقت واتكنست كل يوم، وغسلنا مواعيننا وشفنا الغسيل بتاعنا وروقنا مطبخنا وغسلنا بوتاجازنا. في حاجات كده يوميا لازم تتعمل، وغسلنا مثلا مراية الحمام او القعدة بالحوض، والحاجات اللي هي الاساسية اللي المفروض تتعمل يوميا. لو قعدنا يومين 3 ما نعملهمش، حرفيا هتلاقوا الشقة مزبلة خرابة ما يتعش فيها من يومين بس 3، تخيلوا. فطبعا التنظيفات اليومية والروتينات اليومية دي مهمة جدا جدا جدا. في حاجة اسمها روتين سنوي، انا عايزة اعمل روتين عن الموضوع ده او فيديو عن الموضوع ده. وفي حاجة اسمها روتين شهري، انا نزلت لكم الروتين الشهري على القناة التانية، صباح ابو العلا. الروتين الشهري اللي المفروض نعمله كل شهر علشان يسهل علينا الروتين بتاع كل اسبوع، عشان يسهل علينا الروتين اليومي. وقبل كل ده في حاجات معينة بتتعمل، لإما كل سنة، في ناس بتعملها كل سنة، وفي ناس بتعملها كل 6 شهور، وفي ناس بتعملها كل 3 شهور. ده بيرجع للاستخدام او للصحة، او الحاجة دي باظت عندنا ولا لا. ما هي لو بتبوظ بشكل دايم يبقى كل 3 شهور. ما فيش ضغط عليها ممكن 6 شهور. ما فيش ضغط اصلا يبقى ممكن كل سنة عادي، حاجات معينة. فايه هو بقى يا صباح اللي بتتكلمي فيه ده؟ لا مش هقول لكم دلوقتي، لان الروتين السنة ده ان شاء الله ممكن اعمله لكم على القناة التانية، فمش عايزة احرقه واقول ايه اللي انا بعمله تقريبا كل سنة او كل 6 شهور او 3 شهور على حسب. فانا اول حاجة بدأت بيها معاكم على القناة التانية صباح ابو العلا مين ابو العلا ده كده؟ غلطت في اسم بابا، الله يرحمك يا بابا، معلش بقى. المهم القناة التانية اسمها صباح ابو العلا، نزلت لكم عليها الروتين الشهري او اللي المفروض بعمله شهريا، بيسهل عليا باقي التنظيفات خلال الاسبوع والشهر واليوم. يعني التنظيف الشهري يعني بيقلل او بيوفر علينا مجهود في الروتين الاسبوعي. وطبعا الروتين الاسبوعي ده مهم جدا جدا فوق ما تتخيلوا، لانه هو ده اللي بيسهل علينا الروتين اليومي. ما هي كده درجات يا جماعة. لما في حاجات نعملها سنويا وتبقى ايدينا شغالة فيها كل 2 3 كل 6 شهور، هنيجي على السنة لما نيجي نعيد اللي احنا هنعمله ده هنلاقي الحاجة نظيفة، لان احنا ايدينا فيها على مدار السنة. طيب لما بنيجي نعمل روتين شهري وفي حاجات معينة لازم تتعمل كل شهر، حرفيا لازم تتعمل. ليه؟ لان هي لما بتتعمل بتسهل عليا الروتين الاسبوعي. انا كل اسبوع بعمل حاجة معينة، لان انا اصلا عاملة الحاجات الاساسية اول الشهر، فباقي 3 اسابيع بيوفر عليا تعب ومجهود في حاجة معينة، وبتفضل عندي الشقة زي ما بيقولوا نظيفة بنسبة 100%. والروتين اللي هو بتاع الاسبوع بيوفر عليا الروتين اليومي، اللي هو كل يوم بصحى اعمل الحاجة دي كل يوم، لان انا بالفعل الحاجة اللي عملتها خلال الاسبوع او اول الاسبوع وفر عليا حاجات خلتني ابدأ معاكم الروتين اليومي بكل سهولة. تمام. فهو هعمل لكم جدول وتنظيمات ان شاء الله، استنوها الفترة اللي جاية. انا بدأت بالروتين الشهري ونزلته لكم، استنوا مني الروتين السنوي والروتين الاسبوعي والروتين اليومي. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، وكل الحاجات الحلوة دي هتنزل على قناة صباح ابو العلا. اتمنى على قناة صباح ابو العلا اتمنى منكم ان انتوا تتابعوني هناك عشان تشوفوا سلسلة الفيديوهات اللي بنزلها هناك. وشكرا ليكم وشكرا لوجودكم معايا وشكرا لحضوركم. ولو وصلتوا بيا لحد هنا اكتبوا لي في التعليقات، واستنوا الصبوحة في تنظيفات جديدة وروتينات جديدة وفيديوهات جديدة من روتينات طبخ وتنظيف ودردشة حلوة مع بعض. وده كان الشكل النهائي بتاع الأوضة بتاع النهاردة أو بتاع روتين النهاردة. وأخيرا فرشت أوضة الأنتريه. مش عارفة أنا عمالة أتلخبط ليه كتير النهاردة، ممكن قلة النوم، أنا فعلا ما نمتش كويس. بس المهم ان ده كان الشكل النهائي. قولوا لي ايه رأيكم في السجادة اللي اتغسلت والانتريه اللي بقى زي الفل والفرش الجميل ده. وشكرا لكم والسلام عليكم.